الجنون وصدمة الإعلام الجزائري بعد رفض فريق بيترو أتلتيكو الأنغولي ركوب الحافلة الجزائرية، وحفيظ دراج يثور غضبا في الجزائر. شاهد ماذا حصل. لكن قبل التفاصيل لا تنسوا ذكر الله والصلاة والسلام على رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. اشتكى فريق بيترو أتلتيكو الأنغولي من سوء المعاملة بعد وصولهم إلى العاصمة الجزائرية لملاقاة شبيبة القبائل في إطار دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا. ونشر الفريق الأنغولي بيانا عبر صفحته في الفيسبوك مصحوبا بصورة لحافلة مهترئة مخصصة لنقل الفريق. وقال بيترو في بيانه: أعزائي الأعضاء والمشجعين والجمهور العام، على ضوء المباراة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، نبلغكم بأننا قمنا برحلة سلسة وخالية من المتاعب. بدأت الصعوبات بمجرد وصولنا إلى الجزائر العاصمة، كنا معادين تماما وسيء معاملتنا، مما يعني أنه لا يوجد دعم من الفريق المنافس وكذلك الاتحاد المحلي. وأضاف البيان أن السلطات الجزائرية احتجزت المدربين والموظفين في المطار لمدة ساعة تقريبا لتسجيل الأمتعة. وأضاف البيان: وأثناء مغادرة المطار حصلنا على حافلة فاضحة لنقل فريق كرة قدم محترف كما هو موضح بالصور. وأكد الفريق الأنغولي أن هذا غير مقبول في أكبر منافسة كرة قدم على مستوى الأندية في القارة الإفريقية.